يا ترى ايه ده؟ دي بطاطس ولا همبرجر ده ولا فراخ بانيه؟ استنى اما ادوق كده. دي طعمها حلو قوي، دي طعمها جميل قوي قوي قوي. ده غير انها اكله اقتصاديه وموفره وبتعمل كميه كبيره. طب دي معموله ازاي دي؟ تعالوا نشوف معموله ازاي. معموله بالقلقاس. طول عمرنا بنعمل القلقاس شوربه، بس لما اتقلب البيض والبقسماط راح في حته تانية خالص. ده غير بقى طعمه احلى واسهل في الاكل. هنجيب اول حاجه القلقاس الصغنن اللي الراس بتاعته لونها بامبي عشان ما تبقاش شيخه وتتقطع معانا بسهوله. ونجيب السكينه العريضه عشان تبقى سهله واحنا بنقطع بيها القلقاس. ونقشر القلقاس زي ما نكون بنقشر برتقانايه، لانها صغيره القلقاسايه هنلاقيها انها بتتقطع معانا وتتقشر بمنتهى سهوله. شايفين بتتقشر سهله ازاي؟ اكنها برتقانه. ده لانها صغيره ولونها بامبي من فوق. ما نجيبش بقى الكبيره. وبعد ما نقشرها بنغسلها وننشفها بمنديل كويس عشان ما تزفلطش معانا واحنا بنقطعها. ونبتدي بنقطعها بسكينه العريضه، هنلاقيها انها بتتقطع بمنتهى السهوله معانا. ونقطعها دواير رفيعه عشان تستوي بسرعه. شايفين السماكه بتاعتها؟ لازم تكون رفيعه. وبعد ما نقطعها ونجيب حله ونحط جواها ميه ونغليها على النار ونسقط القلقاس فيها ونسيب القلقاس بقى يغلي ربع ساعه لغايه ما يستوي 3/4 تسويه. ونبتدي ان احنا نشيله من الميه المغليه ونجهز دقيق ونكون مملحينه بالملح ونبدر فيه القلقاس ونخلص المقدار كله. ونجهز بيضه ونحط عليها نص كوبايه لبن او حليب ومعلقتين دقيق وشويه ملح وشويه فلفل ونقلبهم كويس. ونجهز البقسماط وبعد كده ناخد القلقاس اللي متبدر بالدقيق ونحطه في البيض وبعد كده البقسماط ونخلص المقدار كله ونسيبه في التلاجة من ربع النص ساعة عشان البقسماط يمسك كويس فيه وما يفكش واحنا بنقليه. ولو فضل حبة نرصصهم في طبق فلين ونحطهم في الفريزر وما نحطهمش فوق بعضهم عشان ما يلتقوش في بعض. هيبقى جاهز معانا في اي وقت نطلع من الفريزر ونقلي على طول. ونجهز طاسة فيها شوية زيت ونبتدي نقلي القلقاس على نار متوسطة عشان ما يتحرقش مننا. ونقعد نقلب فيه لغاية ما يتحمر ونطلعه على مناديل علشان تشرب الزيت الزايد. ولو جربتوا الطريقة دي مش هتبطلوا تعملوها لأنه طعمه جديد ومختلف وسهل في الأكل، والأطفال والكبار هيحبوه، واللي ما بيحبش القلقاس هيحبه. وألف هنا وشفا.